السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نادية، مرحبا بكم كاملين فين ما كنتو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وصفة جديدة، فيديو جديد. وصفتنا اليوم وصفة مميزة، غنشارك معكم واحد الملوي بطريقة مختلفة على المعتاد، كيجي رائع وبطريقة اللي غادي تسهل عليكم الملوي وما يجيكم صعيب، وخلطة ديال التوريق اللي كتعطي توريق اكثر ولذة وبدون خمارة كيماوية، فضلا وليس امرا. الله يجازيكم بخير ويعطيكم صحيحتكم وكل ما كتمناو. ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم بلي لايك وتعليق وبارطاج. ودابا بلا ما نطول عليكم ندوزو نحضروا الوصفه. دابا على بركه الله غادي نجيبوا الخلاط وغادي نوضعوا فيه 3 الكؤوس ديال الماء يكون دافي بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. وكيف كنقول لكم دائما العجين راه كتبقى على حسابكم، نتوما بغيتو كميه كثيره راه كتضوبلوا المقادير. ودرت 2 كؤوس بنفس الكاس اللي عبرت به ديال الفينو اولا السميد الناعم جدا. ملعقه صغيره ديال الملح وراس ملعقه صغير ديال الخميره الخاصه بالخبز او الخميره الفوريه، وملعقه صغيره ديال العسل اولا ديال السكر. وغادي نعملوها في الخلاط يعني حتى كتطحن لينا مزيان هاد الفينو، وكيولي يعني بحال الدقيق العادي الابيض. يعني هاد الطريقه كتعطيكم يعني ما كتدلكوش بزاف، وكيجي داك الملوي ديالكم هشيش. صدقوني راه كيجي واحد الملوي اللي خطير واكيد غادي يعجبكم. صافي ملي طحنتو مزيان تقريبا واحد 5 دقائق درتو في القصريه، وكنضيف ليه الدقيق الابيض او الفورس من النوع الجيد. كنبدا نضيف بالنسبه للدقيق الابيض هو اللي غيجمع لينا هاد الكميه اللي درنا ديال الملوي. صافي كنبقى نضيفو في هذا في الدقيق تدريجيا حتى كتجمع لينا العجين، وكنحصلوا على واحد العجينه انها كتكون رطبه يعني وخفيفه، ما تكونش تاني قاصحه العجينه. المهم راه كيبان لكم القوام ديال العجينه كيف كيكون. كندركوها من طبيعه الحال، ولكن ما غندركوش بزاف كيف قلت لكم. يعني ديك الطريقه اللي درنا ديال الخلاط في الاول كتنقص علينا الدلي، كيولي يعني ساهل. صافي وغادي نديها ونجيب هاد الكسه غير شي شويه. ودابا غادي قطعتها بالنسبه للقياس نتوما اللي كتحكموا فيه. بغيتو ملوي صغير من طبيعه الحال غادي ديروهم صغار، بغيتو ملوي كبير عفوا يعني كديرهم كبار. صافي كنجمعها وكنقادها وكنقاد ليها الوجه والملمس ديالها بهذه الطريقه. يعني الطريقه راه واضحه، والعجينه كيف قلت لكم تكون مرخوفه شويه. صافي غنستمر حتى غادي نكمل، وغادي نحطهم في واحد الاناء اللي كيكون مدهون بالزيت باش ما يلتصقوش ليا، ونعاود ندهنهم من الفوق بالزيت عفوا. ونغطيهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم واحد 15 دقيقه ولا 10 دقائق على ما كيرتاحوا ليا. بما ان العجين خفيفه يعني دغيا كيرتاحوا لينا، باش دغيا كيجيونا ملي كنبغيو نبسطوهم ما كيجيوناش صعاب، دغيا كيتبسطوا لينا. صافي كنخليهم جانبا يرتاحوا، وغندوز نحضر معكم الخلطه العجيبه اللي كتعطي واحد التوريق وواحد المذاق ما نقولش لكم. درت ملعقه كبيره ديال الحليب غبره او الحليب مجفف، كيعطي واحد الطعم اللي رائع. وهنا غندير ملعقه كبيره ديال النشا اولا المايزينا، كيعطي واحد التوريق اللي خطير خطير. وغادي تعجبكم هذه الخلطه. وكيف قلت لكم بدون خماره كيماويه. وضفت 2 معالق كبار ديال الفينو اولا السميد ناعم جدا. وغادي نخلط هاد الخلطه. هنايا غادي نخليها جانبا. هنا عندي الزيت وهنا عندي الزبده اللي ذوبتها. ولا كانت زبده حيوانيه كيكون من الافضل، ما كانش كديروا الزبده العاديه ديال البواطه وكتذوبوها مزيان حتى كيحيد منها داك اللبن. صافي وكتصفيوها ديروها في واحد الزليفه. انا درت فيها غير شويه الزيت، هذيك الزبده هرستها بشويه ديال الزيت، يعني الزبده غالبه على الزيت. صافي وكندهن سطح العمل مزيان بالزيت، وكنورقوا ديك العجين حتى كيبان لينا سطح العمل. كنورقوه على شكل مستطيل، يعني الطريقه لحد الساعه راها واضحه. كنرش بهذيك الزبده اللي قلت لكم، كنرشوها كامله على هذا المستطيل. يعني وباش ينجح معاكم ضروري يبان لكم سطح العمل. وكنجيب هذيك الخلطه كنرشها، كنطويها طيه بحال هكا يعني كيف كنطوي المسمن. انتبهوا للطريقه لان الطريقه هي مهمه. وغادي نبسط بحال هكا وكنديروا واحد الرشيشه ديال الزبده.
وغادي ندير هذيك رشه ديال الخلطه من فوق منها، راه غير نسيتها هنايا. كترشوا الزبده، وكل مره فين ما طويتو كترشوا الزبده وكديروا شويه من هذيك الخلطه. وطويت طيات الثانيه، يعني بحال طوينا على 4 طيات. وكنبدا نلوي بحال هكا بطريقه ساهله. ما تزيروش يديكم، رخفوا يديكم. وغدا وكنبسط وكنلوي، يعني حتى نوصل للاخر، وكنجي لهاد الحاشيات وكندخلهم. يعني الطريقه سهله، وباش بلا ما نطول عليكم ما غاديش نعاود. الا بغيتو بالنسبه للمبتدئين تفهموا اكثر عاودوا الفيديو، هذاك المقطع عاودوه. صافي ملي كملت غادي نبسطهم بحال هكا شويه، وغادي نخليهم تاني يرتاحوا ليا واحد 10 ولا 15 دقيقه، باش ملي كنبغيو نبسطوهم ونطيبوهم كيجيونا ساهلين. انا غادي نخليهم بحال هكايا على ما نسالي، وغادي نرجع لهم. غنخليهم تقريبا واحد 20 دقيقه على ما نسالي، كنلقاهم ارتاحوا. صافي ملي رجعت ليهم كيف قلت لكم خليتهم تقريبا واحد 20 دقيقه. دابا درت المقله تسخن اللي كنطيبوا فيها المسمن والحرشه، كتسخن مزيان المقله، وكنبسط بحال هكا. ما نرقوش تاني بزاف، يعني كيبقى بين وبين. كنرشوا المقلات ديالنا بشويه ديال الزيت، وكنبسط هذيك الملويه ديالي. وبالنسبه للمبتدئين الا خفتوا تهزوها وتديفورما ليكم، كتبسطوه فوق الورق ديال الطبخ. كنحطوها كيف قلت لكم، النار كتكون في المتوسط والمقلاة كتكون سخونه، غير كنحطو واحد شويه وكنقلب. وهاد الطريقه ضروري ديروها لها، كتبقاو تقلبوا وتدوروا تقلبوا وتدوروا، يعني باش كتوزع عليها الحراره، وكيجي هاد الملوي يعني خفيف. وكيجي يعني محدكم نتوما كتقلبوا فيه هو كيبدا كيتحل في المقلاة كيتحل. ها نتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله. هنايا غادي نبدا نخدم بالجوج، وكل وحده حيدتوها كتحاولوا تسوسوها باش كيتحل. كتسوسوه هو سخون، يعني كتسوسوه مع بعضياتو، اولا كتسوسوه فوق شي حاجه. راه عارفين ديك الطريقه ديال فاش كنسوسو الملوي، ولا غير بيدينا بجوج. انا راه مشات ليا ديك اللقطه ما سجلتهاش. المهم كتسوسوه، وما حدكم نتوما كتسوسو في الملوي هو كيتحل. وراه هو غير في المقلاة راه كتشوفوا، ربما يقدر يكون بان لكم بانه راه كيبدا كيتحل، لان مخدوم مزيان ودير ليه هذيك الخلطه يعني كتورقوا اكثر. كيف قلت لكم كنبقى نقلب ونقلب وندور نقلب وندور. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. صافي وغادي نستمر، انا غادي نخبز بالجوج. ولا كانت عندكم نتوما ديك البلانشه اللي فاش كطيبوا راه كديروا اكثر، يعني دغيا كتسربيوهم، ما كياخذوش منكم صراحه وقت. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيف كيجي كله محلول وكله مفرك، وكيجي هشيش كيدوب في الفم، وواحد الطعم واحد اللذه اللي ما نقولش لكم، فعلا كيستحق التجربه. شوفوا تبارك الرحمن كيجي واحد الملوي اللي خطير، وغادي يعجبكم اكيد. انا غادي نحل معاكم. انتم شوفوا تبارك الله كله محلول وكله مهوي. اما المذاق راه ما نقولش لكم، وتقدموا مع كويس ديال الشاي او لا قهوه، الفطور ولا الكوتي ولا الضياف، شي حاجه اللي تحمر لكم الوجه مع الناس ومع مع الضياف ديالكم ومع الحباب ديالكم. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، وبالصحه والراحه.